يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهاردة هنبدأ بقى في تفريزات في تنظيفات رمضان بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان، خلاص مفيش وقت، وعايزين نبدأ تنظيفات كده حلوة تكون عميقة شوية، تساعدنا كده ان احنا نقضي الشهر الكريم في طاعة وفي عبادة، توفر علينا مجهود كبير ممكن ان احنا نبذله في رمضان ويضيع لنا وقتنا. قبل ما ابدأ الفيديو اوعي تنسي لو عجبك تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتسيبي لي كومنت لطيف تقول لي ايه رأيك في الفيديو، وتفعلي زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. دلوقتي انا جايبه رول مفارش، عايزه انضف. ابدا بتنظيف الدواخل الاول، وبعدين ابدا بعد كده في الحاجات اللي بره في المطبخ. اول حاجه عايزه ابدا فيها هي الظرف بتاعه المطبخ من جوه. في ظرف فيها مفارش وفي ظرف ما فيهاش، وبصراحه فيها قلبان كده. وجايبه انا طبعا زي ما شفت في مشتريات رمضان اطباق، اطقم اطباق جديده وكوبايات وكده، فعايزه اظبط الدنيا قبل رمضان باذن الله. فجبت رول المفارش ده رول على بعضه. خدت مقاس الظرف، ودلوقتي عايزة اعمل شكل للمفرش وهو مدلدل كده من الرف. دلوقتي انا هتني المفرش او القطعة اللي انا خدت مقاسها من النص، وابتدي ارجع اتني النص كمان نص، وارجع اتني كمان النص ده كمان مرة، زي ما انتوا شايفين كده الفكرة موضحة نفسها. وعندي مقص يكون حامي علشان يمشي معايا على طول في القص، لان دول كذا طبقة من البلاستيك، فمحتاجة مقص يساعدني ويكون حامي علشان يطلع لي الرسمة مظبوطة. هبتدي كده اقطع بالمقص بالطول بتقريبا. هبدأ من يعني حتة كده قد على طرف صباعي، هاخدها كده بالطول وارجع امشي اقص بالعرض. يعني خليكم شايفين اكني طالعة سلم، اقص بالمقص بالطول وارجع تاني اقص بالعرض، واروح طالعة تاني بالطول. يعني مرة بالطول ومرة بالعرض، اقص مسافة ما تزيدش عن يمكن نص سنتي. المسافة اللي انا بقصها بالطول وبالعرض حوالي نص سنتي، زي ما انتوا شايفين، نص سنتي كده بعرض المقص، وارجع اروح قصة بطول المقص وبطول المفرش. مرة يمين يعني مرة عرض قصدي، ومرة طول. وزي ما بقول لكم بأكد عليكم بالنظر كده ما تزوديش عن نص سنتي، علشان تطلع الرسمة معاكي مظبوطة وجميلة وتعجبك ان شاء الله في النهاية. كده انا خلصت. الرسمة بدأت تظهر، بس الحتة الطويلة اللي نازلة دي انا هقصرها شوية بسيطة جدا. هاخد يعني على طرف المشمع كده او المفرش حتة صغيرة جدا، هقصر بس الطول بتاعها. شايفين دلوقتي هي بقت جاية كده ايه؟ انا بحاول اعيد لكم مرة الفلاش بتاع الكاميرا ومرة اطفيه، عايزة اوضح لكم الرسمة. هي هتوضح ان شاء الله دلوقتي. شايفين كده؟ هي دي الرسمة اللي انا قصدي عليها، بحيث ان المفرش لما يكون نازل كده من الرف ما يبقاش سادة وملوش شكل. دي يعني زي كده شكل ديكوري. اتمنى ان هو يعجبكم، واللي حابب ينفذ الفكرة او هتعجبه اديني وريتك اهوت هتنفذيها ازاي. دلوقتي برضو هحاول اوضحه لكم اكتر. ده بقى المطبخ بتاعي. دي كده اول ضرفة. طبعا اللي انتوا شايفينه ده بواقي الجهاز بتاعي اللي هو من 20 سنة، يا رب العمر كله. ده باقي النيش. انتوا طبعا اللي شاف او متابع لفيديوهات من ساعة ما رجعت القناة، انا كنت مصورة لكم روتين في اوضة النوم. يعني قلبتها كده وجددتها، وكنت عاملة من حوالي مثلا قولوا 5 6 سنين كده. حولت النيش بتاعي لانه كان 4 ضلفة، كان كبير جدا وملوش طبعا لازمة، وكان معظم الحاجات اللي فيه اتكسرت. كنت انا عملت المطبخ ده برضو جديد، فقلبت النيش عملته دولاب لأوضة الأطفال. خلاص كده، وخدت الحاجات اللي في النيش المتبقية من كسري وكسر ولادي،
للمطبخ. فطبعا انا جبت طقم الاركوبال دوت، انا جايباه بالقطعه برضو. اللي عايز يشوف الفيديو بتاع مشتريات رمضان ان شاء الله افتكر اسيبه لكم في صندوق الوصف او في البطاقات من فوق. الضرفه دي اللي جنب الضرفه اللي انا بادئه فيها ترويق، فيها شويه اطباق من فوق، وبرضو اطقم القهوه دي اللي فوق كمان، وشويه كوبايات. فانا حبيت ان الضرفه الاولانيه اللي انا بدأت فيها دلوقتي وحطيت المفرش تبقى كلها لما الاطباق بتاعتي. الطقم المذهب ده لميت كل اطباقه اللي هي متعلقة بالغرف مع الطقم الاركوبال، حطيته ورا، وحطيت الترمس ده من قدام كده كشكل، والبراد. ودي السكرية بس الغطا بتاعها اللي هي المذهبة دي صغيرة، دي السكرية بتاعة طقم الشاي بتاعة الطقم المذهب، بس الغطا بتاعها واقع. ودي اللي انا البونبونيرة اللي انا جبتها علشان احط فيها التمر في رمضان. كل الحاجات الجديدة غسلتها وحطيتها نظيفة في الظرف، بس بقى شلت التمرية دي، او اللي انا بقول عليها تمرية عشان احط فيها التمر، هي مش تمرية، هي بونبونيرة بس كبيرة شوية. حطيتها برضو فوق كده لحين ان شاء الله لما يجي رمضان. تمام. ده الرف او الرف الاولاني في الضلفة الاولانية من المطبخ بتاعي. دي الوحدات اللي فوق اللي متعلقة في الحيطة، برضو مسحتها كده كويس قوي من اي حاجة كده لازقة او يعني اي حاجة، الامر ما يسلمش يعني. هي مش محتاجة يعني ولا تصبين من جوه ولا حاجة، مجرد ما مسحتها بفوطة المطبخ وفوطة نظيفة كانت بقت زي الفل معايا. برضو هحط بقى مفرش تحت، بس اهم حاجة ان انا نشفت مكان، بس ما جبتوش في الكاميرا، نشفت بفوطة ناشفة مكان ما انا مسحت بالفوطة النظيفة، بالفوطة الاسفل، بالفوطة المبلولة. ليه؟ علشان المية مع المشمع ما تطلعليش ريحة وحشة، يبقى انا نضفت ويبقى فيه ريحة كمكمة مية كده، لا لازم انشف مكان المية كويس جدا. هنا مش هعمل بقى رسمة زي اللي فوق. ليه؟ لان انا هقفل الضرفة، وهنا في ارتفاع شوية في الحرف بتاع الالوميتال. فزي ما انتوا شايفين كده حطيت مفرش ورصيت الحلل الستانلس بتاعتي في الرف اللي تحت، لان انا بستخدمها طبعا استخدام يومي، فلازم تكون قريبة من ايدي. خلاص كده يبقى الضرفة دي كده خلصت. حطيت فوق زي ما انتوا شايفين كل حاجة ليها علاقة بالاطباق، الاطباق الاركوبال اللي هي الطقم المذهب ده برضو حطيته على بعضه. وخليت الضرفة اللي بعدها هتشوفوها دلوقتي خصصتها للكوبايات والفناجين والحاجات دي بس. دي الحاجات بقى اللي انا نزلتها من الضرفة التانية عشان اخد منها الاطباق. الضرفة بقى اللي خلصت معايا دي قفلتها ورحت مصبناها كده من بره بسبونشة وشوية بريل وبس. يعني غسلتها كويس كده، وغسلت الايادي الستانلس دي برضو كان مكانها دهون كده وملزقة، فغسلتها كويس قوي. وهبتدي امسحها برضو بفوطة مبلولة بمية سخنة كده، علشان لو في اي دهون تساعد ان هي تبقى تمام. زي ما انتوا شايفين كده الضرفة بقت زي الفل ما شاء الله لا قوة الا بالله. خدت كمان الكنار اللي فوق ده بتاع المطبخ اهو، بفتح لكم تاني كده تمام جدا. ممكن يكون الرص مش واو قوي ولا الدنيا يعني احسن حاجة كشكل يعني، بس انا كنت معنية استفيد باي مساحة في وحدات المطبخ. مش عايزة اعمل شكل قد ما انا عايزة احط كمية على الرف. دي الضرفة التانية اللي هي بتتفتح بالهيدروليك، دي دراعات الهيدروليك بتتفتح لفوق ومن بره كده ازاز، وزي ما انتوا شايفين كده مورد، يعني ده شكلها من بره. هشيل بقى المفارش اللي هي القديمة دي بقى لها محطوطة كذا سنة، وكل اللي انا عملته في الضرفة الاولانية هيتكرر في جميع الضرف. همسح الاول وانشف المية وهبتدي احط المفرش زي ما انتوا شايفين كده. هنا حطيت بقى دول اللي جات الفناجين الشاي والقهوة اللي تبع الطقم المذهب الكبير، رصيتهم كلهم كده ورا بعض فوق ولزقتهم كده في ظهر الوحدة، بحيث ان انا اوسع مكان لحاجات تانية، لان زي ما قلت لكم انا ما عنديش نيش، فانا محتاجة المكان. دي بقى اطقم الكاسات، حاطه طقم برضو من ورا هوريهولكم دلوقتي هيوضح. هشيل كاس وهوريكم الشكل اللي ورا شكله ايه. وحطيت من قدام كده الكاسات الديكورية دي شكلها شيك قوي، بحبها جدا. دول كانوا 12 كاس يا جماعة، اللي فاضل منهم حوالي 6 كاسات بس. يلا نعيش ونكسر ونجدد وربنا يدينا ويديكوا العمر كده ونستمتع بحاجتنا ونجيب غيرها ان شاء الله.
طقم القهوة ده كمان بموت فيه، شكله خطير. تخيلوا يا جماعة ان الحاجات دي عندي كده بقالها 20 سنة، عمرها عندي 20 سنة. بحس فعلا ايه ده النيش ده بيبقى ايه يعني، حاساه كده يعني للتحف للفرجة بس انا بستخدم بصراحة، وكسرت بما فيه الكفاية واشبعت رغبتي ان انا استخدمت حاجتي. زي ما انتم شايفين كده، حطيت الفناجين زي ما قلت لكم ورا. طقم الكاكاو او طقم القهوة ده هو اميز من طقم القهوة، يعني كبير شوية. انا لما اشتريته كان بيقولوا لي ده طقم كاكاو. وحطيت كمان الكاسات زي ما شفتوا، والكوبايات دي برضو كوبايات قهوة، هي كلها مدهبة كده وصغيرة. معرفش دي للقهوة العربي ولا ايه، بس ما علينا. دي كانت الرصة اللي انتوا شفتوها. برضو الكوبايات اللي قدام دي اللي هي فيها كنار ذهبي، برضو كانت كوبايات قهوة. مش عارفة انا ايه قصتي مع القهوة، مع ان انا ماليش تقول عليها، بس بجد الحاجات تحفة جدا. فبس الرص ممكن هو اللي يكون، لو المكان يعني اوسع من كده كان الرص بقى احلى، وكانت القطع بان جمالها اكتر. تمام. الرف اللي تحت ده بقى انا حطيت فيه الكوبايات ديت، اللي هي دي اللي انتوا شايفينها دلوقتي، اللي ليها قاعدة من تحت كده وبايد. دي برضو جايباها انا في مشتريات رمضان. الطقم برضو بتاع القهوة اللي بالبراد والمعالق ده محطوط في ستاند كده، تحفة جدا. كان نفسي احطه في الرخامة، بس مش عارفة بقى لما اخلص تنظيفات المطبخ وابتدي احط الديكورات اللي انا جايباها جديدة برضو. عايزاكم تشوفوا يا جماعة الفيديو بتاع مشتريات رمضان، ان شاء الله الحاجات اللي فيه تعجبكم. هنا بقى دي قطعة كده فراغ ما بين السقف بتاع المطبخ من فوق، يعني المفروض الفراغ ده ديكوري، يتحط فيه بقى فازات ورد، يتحط فيه حاجات كده يعني ديكورية. بس طبعا انا بغسله كويس كده زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شفتوا، والسيراميك اللي وراه غسلته، حطيت عليه مشمع، وما بحطش فيه حاجة، لان لو حطيت زرع او حاجة بيلم دهون وتراب وبيعذبني بصراحة. كمان الظرف من بره برضو الازاز دي انا غسلتها كويس قوي ونشفتها، وبقى كله تمام. حاسه ان انا يعني رغيت كتير، بس يعني سامحوني. وهستنى رايكم في الكومنتات. اوعوا تنسوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات في رص المطبخ والشكل الحاجات اللي جوه. وتابعوني علشان نكمل ان شاء الله تنظيفات المطبخ كله، وعايزه بقى ان انا اخلصه خالص. وزي ما قلت لكم علق الحاجات كده الديكوريه اللي فيه اللي انا جبتها للمطبخ. بس تابعوني ان شاء الله. الفيديو ده هيكون بس الدواخل بتاع الوحدات اللي فوق دي. الضرفه الاخيره، في قبلها ضرفه هتشوفوها برضو اللي هي المطبقيه، بس هتشوفوها في الاخر، لان انا ما عملتش فيها حاجه غير اني رصيت طقم الميلامين اللي انا جايباه جديد برضو. فبرضو نفس الشيء، مسحتها كويس ونشفتها، ورصيت بقى الشفاشق دي كانت في الرف اللي تحت، رفعتها فوق. وكان في صواني برضو في الرف اللي فوق ألمونيوم، حطيتها في ضرفة تانية. دي بقى الضرفة اللي هي بعد ضرفة الكاسات والكوبايات. الطقم الاصفر في اسمر ده ميلامين كده بالقطعة، لسه شارياه برضو. رصيته وبرضو غسلت الضرفة بتاعة المطبقية، وحطيت فوق كده جزء من الصواني الالومنيوم. بس انا نقلتهم بقى في ضرفة تحت، لان قلت ايه هي يعني هيتملوا دهون وتراب، وهعوز كل ما اخد حاجة منهم اغسلها. فقلت لا، فنقلتهم في ضرفة تحت. دي كده جولة سريعة في الوحدات بعد ما خلصت الضرفة الأخيرة وضرفة المطبقية. ودي الكاسات اللي فيها الكاسات والكوبايات، ودي أول ضرفة بدأنا بيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما كونش دوشتكم، ويكون كده خفيف عليكم. أشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.